لأ، البلد فيها شغل والناس كويسة وعايشة كويس، ولو عرفت تيجي تشتغل وتستقر أهلًا وسهلًا بيك يعني. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم، لأن في اتجاه من ناس كتير الفترة الأخيرة بتتكلم عن روسيا، وإن عايز يجي روسيا وعايز يعيش في روسيا وعايز يستقر في روسيا والأوراق والجنسية والهجرة عموما في روسيا. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو كده، أنا بتكلم إن روسيا ما تنفعش كبلد هجرة، وعندي أسباب منطقية للموضوع ده وأقول لكم عليها. يعني أنا مش خسران حاجة لو الناس كلها جت بكرة قعدت في روسيا. أنا مش هتنقص مني في حاجة ولا هتزود مني في حاجة، لكن أنا بشرح لك الواقع. عشان تبقى في الصورة، يعني عشان تبقى فاهم الموضوع ليه أصلا روسيا ما تنفعش للهجرة. خلينا نخش في الموضوع على طول من غير ما نطول عليكم. أول حاجة، نظام الهجرة. هل في نظام هجرة في روسيا أصلا؟ مفيش نظام هجرة. يعني مثلا أمريكا فيها نظام هجرة اللي هي اللوتري، والناس بتقدم عليها كل سنة وفي ناس بتسافر والقصة دي، لأن هي أصلا كانت دولة من غير سكان أصليين. لكن روسيا موضوع يختلف، فيها سكان أصليين وكان فيها ناس أصلا، فلا تستقطب ناس. هي عدد سكانها برضه مش كبير بالنسبة للمساحة، بس هي لا تستقطب الناس، وعندها جنسيات مختلفة جوه البلد نفسها، فهي لا تستقطب الناس، فما عندهاش نظام هجرة. تمام، الدنيا فيها تمام، فمش محتاجين الناس تيجي أصلا تيجي من بره روسيا، واخد بالك؟ دي أول حاجة اللي هي بالنسبة لنظام الهجرة. مفيش نظام هجرة في روسيا. طيب إيه الطرق المتاحة إنك تخش روسيا؟ طبعا دخول روسيا مش زي دخول أمريكا. دخول أمريكا بيكون أصعب بمراحل، مش زي دخول روسيا. والاتجاه لروسيا كان في الفترة الأخيرة يعني ازداد زخم، يعني ما كانش موجود قبل كده. الناس كتير عايزة تنزل روسيا، أو تيجي تعيش هنا، أو تيجي تشتغل هنا، أو أيا يكن، أو تيجي تدرس هنا. حتى ما كانش فيه الاتجاه ده أصلا من فترة، لكن بدأ في التلات أربع سنين اللي فاتت إن الناس تتجه اتجاه كبير لروسيا، وإن هي عايز تيجي هنا وتعيش هنا وتستقر هنا. طبعا بعيدا عن الناس اللي بتيجي تهرب تروح أوروبا، أو الناس اللي بتيجي تعمل مشاكل والقصة دي. طرق الدخول لروسيا طبعا كلها كانت سهلة ومتوفرة ومتاحة لكل الجنسيات، حرفيا لكل الجنسيات. يعني اللي من الإكوادور، زي اللي من جنوب أفريقيا، زي اللي من مصر، زي اللي من كل حتة، كله دخوله سهل. طبعا دي بالنسبة للدول اللي هي تحتاج فيزا عشان تخش روسيا، مش على الدول الصديقة اللي كانت الاتحاد السوفيتي قبل كده. فكانت أسهل حاجة الناس بيخشوا بيها هي فيزا الدراسة. يعني بيجي الدراسة هنا، ويجي يدرس ويشتغل والقصة دي. طبعا زمان ما كانش في حاجة اسمها إقامة عن طريق الدراسة، تم استحداث قانون تقريبا من سنتين، وقالوا ان الاقامه عن طريق الدراسه بتاخد حاجه اسمها الRVPO، بتاخدها بمده اقامه الدراسه، وبعد ما تخلص دراسه بتاخد الاقامه الدائمه وتستقر في روسيا. ليه انا بقول لك مفيش نظام هجره في روسيا؟ لان نظام الهجره معتمد مثلا لو انت شخص متجوز في مصر، او خلاص يعني اسست اسره وعايز تهاجر لدوله تانية، فانت بتطلع الدوله دي بتشتغل هناك، بعد فتره بتبعت لاهلك تجيبهم. هنا الكلام ده مش موجود هنا اصلا. يعني برضو النقطة تانية عايز أكلمك فيها، اللي هي بسبب إن مفيش نظام هجرة، إن مفيش نظام برضو لإنك تاخد ورق. يعني مفيش نظام إنك خلاص دخلت البلد أيا يكن الطريقة، مفيش نظام إنك تحصل على ورق، فاهم؟ غير إيه بقى؟ غير حاجات معينة، يعني مثلا موضوع الدراسة زي ما قلت لك. دلوقتي استحداث القانون ده اللي بيسهل العملية، لكن زمان ما كانش موجود، ودلوقتي أصلا يعني مقفول على كذا دولة من ضمنها مصر. فبرضه الموضوع ده مش متاح للأسف بالنسبة للمصريين عشان يجوا دلوقتي. الجامعات قليلة جدا يعني عشان يجوا دلوقتي ويدرسوا وياخدوا إقامة بعد لسه ما يخلصوا، سواء مثلا دراوة طب أو هندسة أو اقتصاد أيا يكن. وبالمناسبة بتاعت الاقتصاد والحاجات دي، التعليم العالي في روسيا بدأ يحدد العدد اللي محتاجه في كل تخصص. يعني مبقتش العملية مفتوحة، لأنهم مش عايزين يطلعوا ناس الأسواق بس ملهاش أي لازمة يعني. فبقى التخصصات المعينة بس اللي عايزين فيها ناس هيقبلوا عدد أكبر فيها، والتخصصات الأقل مش هيقبلوا فيها ناس. فدي نقطة برضو عشان الناس تاخد بالها منها. تمام. فنرجع تاني للنقطة دي، اللي هو النظام بتاع الأوراق. يعني دلوقتي لك أسهل حاجة اللي هو دخول الدولة عن طريق الدراسة، وتستنى الأربع والخمس سنين ولا الست سنين عشان تاخد إقامة دايمة. وبعد كده تبدأ بقى لو عندك بقى تتجوز واحدة مصرية تجيبها هنا عادي، مفيش مشكلة، وتبدأ تستقر معاها وتبدأ تعيش حياتك لو أنت عايز تستقر في روسيا. لكن غير كده، يعني مثلا سيان إنك متجوز في مصر أصلا أو مجتش تدرس هنا، إيه الطرق اللي عندك متاحة تانية؟ مفيش. الطرق اللي هي التانية بقى اللي هو برضو يعني ابعد بقى اي حاجه ان يكون عندك اسره في مصر. لازم يكون عندك ايه؟ اسره هنا. لازم تتجوز من روسيا عشان تعرف تعيش وتستقر. حتى انك تتجوز من روسيا طبعا ما بتاخدش الورق على طول، غير بعد 3 سنين دلوقتي بالقانون الجديد. ولو اتطلقت وحصل اي حاجه، طبعا الورق ده بيروح منك، غير لو كان عندك اطفال من الزوجه الروسيه او العكس يعني.
تمام. فدي كانت النقطة التانية بالنسبة لموضوع الأوراق. زي ما باقول لك هو موضّح لك إن دخلت روسيا بأيًا يكن الطريقة، ما فيش مثلًا طريقة لتعديل وضعك، عشان الفترة الأخيرة كان طالع القانون بتاع تعديل وضع الناس اللي كاسرة قبل ما يعملوا الهجمات على الأجانب وبتاع عشان يطلعوهم من روسيا، الناس اللي كاسرة والناس المخالفة، تعديل الوضع ومش عارف إيه، والناس يالّا ونعمل ونخلّي ونسوي. طبعًا القانون ده ما كانش ليه عائد على الناس اللي هي الدول اللي ليها فيزا، يعني الدول اللي هي ما لهاش فيزا زي الدول الCNG اللي هم بييجوا بpatent، حاجة اسمها patent، دي اللي كان اللي هو ليه فايدة إن هو يروح يعمل تعديل وضع وحله يبقى سهل، يعني مش زي الدول اللي ليها فيز، أنت وضعك بالفيزا هيكون صعب. لحد الآن في ناس كسر عادي مفيش مشكلة في القصة دي، فكان تعديل الوضع ما كانش فيه فايدة للناس اللي هي دولها بفيزا روسيا، واخد بالك؟ فأنت دخلت روسيا أيا يكن، فيزا سياحة، فيزا بيزنس، فيزا عمل مثلا لو أنت جاي عامل فعلا أو جاي بيزنس. خلينا نتكلم عن بيزنس في موضوع تاني عشان فيها قصة كده كبيرة. لو انت جاي بيزنس صحيح وجاي تستثمر يعني ده موضوع تاني ومختلف والدنيا هتتسهل عليك. لكن لو جاي مثلا فيزا عمل او فيزا سياحة او فيزا جومنتارنا اللي هي فيزا انسانية، جاي فيزا علاج، او جاي بقى فيزا اللي هو خاصة، فيزا خاصة حتى مش متاحة للناس العادية دلوقتي يعني، خصوصا جنسية مصرية. يعني انا مش عارف انا الموضوع ده هيتشال امتى يعني. فالموضوع صعب انك تعدل الوضع، يعني صعب اصلا عشان تاخد اقامه في البلد وتستقر. يعني انت مثلا تخيل تفضل قاعد 3 سنين لو انت متجوز روسيه وفي الاخر مثلا طلقت، فانت ما خدتش اقامه وخلاص خلصت المده، اتكل على الله مفيش حل تاني، يا ما تتجوز حد تاني. تمام. الا بقى الحل الوحيد اللي هو الدراسه واللي هو مقفول دلوقتي، واخد بالك؟ ماشي خلينا نتكلم، ما نتكلمش عن المصريين بس، نتكلم على الشعب العربي عموما او اي حد عايز يجي يهاجر لروسيا. ما هي الطرق برضه هي نفس الطرق، يعني انت عشان تيجي تستقر ايه الاستقرار، ايه الطرق بتاعت الاستقرار؟ ده بالنسبه للاوراق، الاوراق صعبه نفسها، طرق الاقامه نفسها في روسيا دلوقتي صعبه، يا اما دراسه اللي هي مقفوله على اغلب الدول من ضمنها مصر، يا اما جواز وهتاخدها بعد 3 سنين ولو طلعت هتتشال منك الورق اللي لو عندك اولاد، يا اما ايه، في البيزنس عن طريق البيزنس، يعني طريقة اللي انت جاي بيزنس او استثمار، يا اما الكوفوتا. ودي طبعا نسب قليله جدا اللي الناس بتاخدها اللي هي المنحه، يعني بتنزل من الدوله وكل سنه بيقللوا عددها اصلا عشان ما بيبقوش يدوا لناس كتير في روسيا المنح اللي هي الاقامه المؤقته، يعني واخد بالك؟ فانت في صعوبه اصلا، في صعوبه في الحصول على الاوراق او الاقامه في روسيا، فانت استقرار مش هتعرف تستقر الا بقى لو انت بتدرس، عشان نرجع تاني لنفس النقطه. تمام. فدي نقطة تانية من ضمن النقاط الهامة، إن ليه روسيا مش دولة هجرة، يعني دي ليه روسيا ما تنفعش للهجرة، ما عندهاش نظام مبسط إن أنا أمشي عليه عشان أوصل للإقامة، واخد بالك؟ طب انا جيت روسيا ومش عايز اتجوز، انا متجوز في مصر وعايز اشتغل هنا وبعد فتره اجيب عيالي واتجوز. هم اصلا بيتكلموا في الاعلام الروسي ان هم الناس اللي بتيجي من الدول اللي هي من غير فيزا، فهم بعد فتره بيجيبوا عيالهم برضه بيستقروا هنا وعيالهم بيكبروا هنا ويخشوا المدارس ومش عارف. حتى طلعت فتره في الفتره الاخيره قانون ان العيال دي مش هينفع تخش المدارس، العيال اللي موجوده في روسيا اصلا قبل في روسيا مش هينفع يخشوا المدارس غير لما يعملوا امتحانات، عشان في ناس كتير منهم ما بيعرفوش يتكلموا روسي وعندهم صعوبه ومش عارف ايه يعني فاهم؟ الناس اللي هم اصلا من الاتحاد السوفيتي القديم اللي هم كانوا اغلبهم بيتكلموا روسي حتى لو روسي مكسر، فاصلا مش عايزين يجيبوهم بعيالهم، واخد بالك؟ الموضوع ده يختلف يعني. غير بقى الفيز العمال اللي هي الVKS، الVKS اللي هو العمال الوظيفة العالية اللي هي مش عامل عادي، اللي هو مثلا مهندس في يعني قائمة بالتخصصات معينة. بس أنا معرفش أنت لو أنت شخص ما بتفهمش روسي فأنت هتيجي تشتغل هنا إزاي؟ صراحة للأمانة أنا ما قابلتش حد VKS جه روسيا، يعني اللي هو شخص متخصص مثلا بالهندسة أو أيا يكن جه واشتغل في روسيا من غير لغة روسية، فهو صعب يطلع له الفيزا دي، إن الناس دي ممكن تقدم على الإقامة الدائمة على طول من غير أي حاجة، واخد بالك؟ فتاني نقطة في الموضوع إن أول حاجة مفيش نظام هجرة في روسيا، تاني حاجة مفيش طرق لتعديل الوضع أو إنك تحصل على إقامة في روسيا. خلينا نتكلم عن النقطة التالتة بقى، وهي برضو من ضمن النقاط المهمة في روسيا، ليه روسيا ما ينفعش دولة للهجرة؟ إن الشغل فيها برضو بيكون من الحاجات الصعبة. روسيا على روسيا زي ما انتوا عارفين وشايفين إن روسيا دولة كبيرة فعلا، هو الشغل فيها متاح عشان ما اكدبش عليكم، ما اقولكش الناس هنا بتشتغلش، لا الشغل موجود وفي كل حتة. بس انت لما تيجي مثلا فيزا سياحة فانت بتخاطر بنفسك، واخد بالك؟ لان القانون هنا هو القانون كده، يعني للأسف إن هو القانون كده. يعني أتمنى إن هو يتعدل، إنك تعدل وضعك بعد كده أو الدنيا تبقى أسهل، بس ما أظنش في المستقبل القريب إنه يحصل حاجة زي كده. فأنت دخلت روسيا فيزا سياحة فأنت شغلك خطر، وناس كتير بتعمل القصة دي، أو كسرت الورق وأنت بتشتغل في شغلك خطر. وفي الفترة الأخيرة أصلا يعني ناس كتير تخاف تشغل ناس كسرة ورق أو
أو ناس مخالفة يعني، أو ناس مش قاعدة واخد بالك قانون يعني، فاهم؟ فالوضع أصبح صعب. فأنت الشغل عشان تلاقيه مثلا، أو أنت كمهاجر جاي ولا تشتغل في المطاعم، في شغل في المطاعم ماشي، بس مرتبات كام لو انت مش متخصص يعني، واخد بالك؟ وعلى حسب المدينة المرتب بيختلف. تشتغل في المطاعم، ايه الشغل المتاح تاني ليك؟ متاح شغل التوصيل، هو اللي اشتغل في توصيل الطلبات. تشتغل في توصيل الطلبات لازم تكون متعلم اللغة الروسية. فانت جاي مهاجر متتعرفش اصلا حاجة في اللغة الروسية، فانت مش عارف تتعامل. فانت هيكون لك شغل في المطاعم مع العرب اللي هو في المطبخ، انت بعيد عن الناس، بعيد عن الزمن، انك ما تعرفش لحد ما تتعلم لغة، واخد بالك؟ فغير كده ايه الشغل التاني المتاح؟ كل حاجة هتكون تشتغلها في روسيا هتكون مرتبطة بإنك تتعلم لغة. حتى لو انت صاحب صنعة، في أجزاء كتيرة محتاج إنك تتعلم لغة أو يكون معاك حد متعلم لغة. فهي عشان تجيبها وتستقر، يعني خلاصة الموضوع بقى في الثلاث نقط المهمة. الشغل بالنسبة لك هيكون صعب لو انت جاي أصلا عايز تستقر في روسيا، الموضوع صعب، واخد بالك؟ فالثلاث نقاط المهمة اللي هو مفيش نظام هجرة، مفيش نظام هجرة لروسيا عشان الناس اللي عايزة تقدم مثلا على نظام هجرة، الناس تيجي تقدم عليه وتهاجر لروسيا وتعيش وتستقر، لا. ومفيش طرق سهلة للإقامة. خلي بالك في الفترة الأخيرة طلع قانون إن الناس اللي هي بس مش للعرب يعني أصلا، ولا الناحية بتاعنا خالص. طلع قانون أغلبهم الأوروبيين والأمريكان إن هم الناس اللي هي ضد المثلية وضد المعتقدات دي والتقاليد دي، فممكن تيجي روسيا وتستقر في روسيا، تاخد الإقامة من غير امتحانات، مثلا من غير امتحان لغة. طبعا أنت بتقدم على الإقامة بتاخد امتحان لغة وامتحان معرفة بالقوانين والثقافة الروسية. فعندهم إعفاء من الكلام ده، فيجي ياخد هنا الإقامة على طول، واخد بالك؟ ده كلام مش خاص بينا. وقانون تاني طبعا إن هو إن روسيا بتستقطب الناس الموهوبين وتاخد إقامة هنا في البلد. بس أنا بستغرب يعني، هو شخص موهوب أصلا في الدول الأوروبية وأمريكا بيطلعوا، لو شخص متميز مثلا، لو شخص في اتحادات الرياضة مثلا عندنا، ما بيطلعوا بيتجنسوا على طول، لسه يجي ياخد إقامة هنا ويستنى ويعمل ويلعب. الناس بتروح تاخد إقامة على طول. بس هما طلعوا في الفترة الأخيرة يعني قانون إن الناس الموهوبة وعندهم تميز في حاجة، روسيا مستعدة إنها تاخدهم وتديهم إقامات ويستقروا في البلد الروسية أيا تكن الجنسية يعني. بس صعب الموضوع دلوقتي بالنسبة للمصريين، لأن أصلا دخولك للبلد صعب، واخد بالك؟ فملخصا وآخرا، إن العيشة في روسيا زي ما قلت لك هي الطرق المتاحة اللي قدامك. لو أنت مشيت فيها فدنيتك ممكن تمشي. ومش كل الناس بتعرف تنجح في روسيا، مش كل الناس بتعرف تنجح في الغربة أصلا، لأن الوضع صعب، واخد بالك؟ في كل الدول والله، مش في روسيا بس، حتى في الخليج اللي هو بنتكلم لغتنا زيه، هو برضه الدنيا صعبة. فغير الطرق اللي أنا قلت لك عليها، لو أنت عرفت تسلك فيها وتمام مرتضي الموضوع، توكل على الله وامشي فيها. واحنا ما بنقولش لحد والله لا ما تجيش روسيا والبلد وحشه ومش عارف إيه. لا، البلد فيها شغل والناس كويسه وعايشه كويس، ولو عرفت تيجي تشتغل وتستقر اهلا وسهلا بيك يعني. فده كان ملخص بسيط عشان الناس تفهم هي داخله على ايه، او حد بيفكر ان هو يعيش في روسيا يبقى فاهم هو داخل على ايه. بس نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.